تخيل معايا بقى إن جوجل ده روبوت ذكي جدا عشان يفهم محتوى صفحتك كويس ويظهره بشكل مميز في نتائج محركات البحث. لازم تكلمه بلغته. اللغة دي بقى اسمها بالعربي البيانات المنظمة، أحيانا بنقول عليها سكيما أو structured data. أيا كان بقى اسمها إيه، هي إيه ببساطة؟ هي عبارة عن أكواد بنضيفها لصفحة المشروع عشان نوصف لجوجل المحتوى بشكل أعمق، زي مثلا بشاور له على سعر العقار، التقييمات اللي موجودة، الصور، اللوكيشن. انت متخيل بقى ان الحاجات دي اللي انا ضفتها للمشروع هو بياخدها ويعرضها مباشرة في نتائج البحث بره، وده بيخليك مختلف عن كل النتائج بتاعت المنافسين بتوعك. يعني بقى لو عندك صفحة بتتكلم عن شقق للبيع في المعادي أو في مدينة نصر أو في التجمع الخامس، لو أضفت ليها البيانات دي ممكن يظهر السعر أو تقييمات العملاء مباشرة تحت عنوان الصفحة في جوجل، والناس لسه بتبحث، لسه ما دخلتش الموقع بتاعك. طبعا بيديك أفضلية وبيزود حاجة اسمها CTR أو كليك ثرو ريت، اللي هو بنقول عليه معدل النقر إلى الظهور. طب ولما يجي لي ضغطات أكتر على صفحة المشروع، ده بقى معناه استفسارات أكتر، مبيعات أكتر. أنا هنا بس عايز أختم الجزء التقني من ال SEO وأقول إن أنا أخدت أهم حاجة ممكن إن هي تفيدنا في مجال العقارات. اللي عايز أقوله في الآخر إن التكنيكال SEO أو التحسين التقني للمواقع أو المشروعات مش مجرد رفاهية، مش حاجة إضافية أنت بتعملها ملهاش لازمة. دي تعتبر أساس الموقع. طول الموقع بتاعك وصفحة المشروعات ما هي محسنة تقنيا، ما فيهاش أي مشاكل من أي نوع، بتديك أفضلية إن مشروعك والموقع بتاعك يطلع في أول نتائج البحث، وبالتالي يبقى فيه زيارات كتير، وده أساسي بيترجم لعملاء أكتر. لو العميل حس إن الموقع بتاعك سريع وسهل في استخدامه، ده هيخلي العميل يفضل في موقعك وقت أطول. لما العميل يحس إنه عارف يتعامل على الموقع بتاعك أو صفحة المشروع، بيكمل رحلته معاك. غير كل ده، أنت لما بتتبع معايير جوجل التقنية، تعمل تكنيكال SEO كويس، جوجل بيثق في الموقع بتاعك وبيديك ترتيب أعلى في كل المشروعات اللي عندك، وبالتالي بتحس إن العميل قريب منك جدا، من أول ما بيدور لحد ما بيتواصل معاك لحد ما بيقفل البيعة هو عندك أنت، مش عند منافس تاني. في النهاية لازم يبقى في قاعدة كلنا عارفينها: الموقع العقاري السريع الآمن السهل في الاستخدام، وبقول تاني اهو السهل في الاستخدام، هو ده بس اللي هيكسب ثقة جوجل والعميل الاتنين مع بعض. ودي المعادلة اللي هتترجم في الآخر لجملة زيادة المبيعات عبر التسويق الرقمي.